السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بقناة سلمى. النهاردة هنعمل وصفة جديدة جدا واختراع سلمى. طبعا كلكم عارفين كباب الحلة اللحمة، لا احنا هنستبدلها وهنعمل كباب حلة الفراخ بطريقة سهلة جدا، وبجد هي اختراعي. ان شاء الله تنال اعجابكم وتشوفوها. زي ما انتم شايفين طريقة جميلة جدا، طبعا وتنويع جديد لطرق الفراخ. انا حبيت كده افكر فيها ان اعملها بالبصل. شايفين طبعا البصل والفراخ بطريقة جميلة جدا هتعجبكم. المقادير معانا: نحتاج صدور فراخ، ويستحسن ان احنا نعملها بصدور الفراخ. تحبي تقطعيها قطع صغيرة براحتك، كبيرة زي ما تحبي. وهنا معانا بصل بتقطعيه بالطريقة دي، ومعاها فلفل. تحبي تضيفي توم ممكن بيبقى كويس، بس انا ما ضفتش توم. كده في حلة بنجيب سمنة او طاسة زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده احنا نحب نعمل صدمة. لايكي